حبايبي وفلذات كبدي متابعين HD آسيا في كل مكان، ما تنسوش تشجيعكم باللايك والكومنت الحلو يا حلوين. وتعالوا نشوف بطلتنا القزعة المكرة وهي في وسط فصل كله شباب هم فاشلين بس وسيمين جدا، وكلهم بيتنمروا عليها لحد ما فجأة أجمل شاب فيهم بيعجب بيها وبيحاول يتمنى لها الرضا ترضى. طبعا القلب الكبير لأمارات القناة، الأمراية أريان والسكر آدم والبرنس أليكس والحلوة حور والعسولة بتول. معاكم دودو من تيم HD آسيا ويلا بينا. بتبدأ حكايتنا بيوان بطلنا وهو داخل مدرسته الجديدة بكل تفاؤل وانشكاح، وبيكون مبسوط لأن الجو جميل جدا النهاردة، ولأن عينه فلتة حبتين 3 4 كده بيقرر يعرض المساعدة على بنت شايلة شنط كتير وهو بالمرة يشقطها. لكن علشان هو نحسه من يومه بيسبقه سام وده كاريزمة المدرسة وبيساعدها وبيشقطها هو. وبعد شوية بتيجي بنت تتعرف عليه، بس زي ما اتفقنا إنه ملك النحس في الصين فبتفكس له وبتمشي، وده لأنه نسي يغير شرط المدرسة بتاعت إعدادي ويحط بتاعت ثانوي، فافتكرته أصغر منها وخلعت، وهي بتقول لنفسها مش هاخد أربيه على إيدي يعني، صعبت عليا ولا والله. وعند سام بقى البنت اللي ساعدها بتفضل سرحانة في وسامته لحد ما بيسألها لو عايزة مساعدة تانية، فبتقول له لو اديتني رقمك هكون ممتنة جدا. بينما يوان أول ما بيوصل فصله بيوقف يستعرض نفسه قدام زمايله وبيكون مستنيهم يفقدوا الوعي من حلاوته لحد ما المس بتدخل تديله على قفاه علشان يقعد مكانه. أما سام الفاشل بيفكس للحصة الأولى وبيقعد يرسم في ملعب التنس لحد ما حارس الأمن بيشوفه، ولأنه ما بيكونش لابس لبس المدرسة بيفتكر إنه وراه مصيبة وبيكون هيطلب له الشرطة، لولا إن المدير بيتدخل. والفاشل يوان اللي ما فيش منه 2 بيكتشف بعد الحصة الأولى وبتخلص إنه كان في فصل غلط أصلا، فبياخد خيبته في إيده وبيجري على فصله التاني. يا لهوي أنا شوية وهصوت منهم. المسلسل ده المفروض يسموه الفاشلون المتحدون. ولما الفاشل الأول يوان بيدخل الفصل بيشوف الفاشل التاني سام وهو داخل لنفس الفصل، فبينه وبين نفسه بيقول بقى انت يا حسالة المجتمع وطفلة الحشرة تسرق مني البت اللي كنت بشقطها؟ اتس اوكي انها الحرب يا نجم. هو بيسبقوا على الفصل وهو بيبص له بنظرات تحدي وما بيلحقوش الاتنين يقعدوا والمستر بيوقفهم. ولما بيسأل يوان عن سبب انه ما حضرش الحصة الأولى بيوضح له اللي حصل بحيث يسامحه بما انه أول يوم دراسة ليه وكيدج. وفعلا المستر الغلبان بيقول له انا متفهم ان اللي حصل كان غصب عنك، علشان كده انا هخليك عبرة لكل مدارس الصين واليابان ومصر والعراق كمان يا حشرة المجتمع. وبيكلفه يكتب 500 كلمة نقد ذاتي، بينما الفاشل التاني سام بيتكلف بكتابة 1000 كلمة عقاب لأنه كان متعمد ما يحضرش وكمان جايب لبس مخالف، وشكله كده بيكون متعمد يرخم على يوان، فبيطلب من المستر يخليه يبدل معاه المكان. وبيكون ابننا معترض لكن المستر مش بيديله حتى فرصة يعبر عن اعتراضه ده، فبينه وبين نفسه بيقول لسام ماشي يا قذر والله لخليك تندم. وفي نهاية اليوم بيطلع على السكن بتاعه وهناك بيتعرف على تشاو وهوانج اللي ساكنين معاه في نفس الأوضة، وعلشان اليوم ما ينفعش يعدي بالسهل كده فبيتفاجئ بإن سام هو الفاشل الرابع بتاعهم، قصدي الساكن الرابع بتاعهم، هم فاشلين كلهم أصلا يعني. وهنا بيقول لنفسه حان وقت الانتقام وبيعنده وبياخد السرير العلوي لما بيعرف إنه عايز ياخده وما بيلحقش يكمل رخامة عليه. المشرفة بتدخل تقول لهم ولا انت وهو يلا أي حد هيتمسك معاه حاجة كاجة ولا كاجة موبايل مثلا أو كوتشينة أو مزة مخبيها في جيبه يعني، أو حتى يرخم على زميله الفاشل هيتعمل له استدعاء ولي أمر، فلموا الدور كده علشان ما طلعش روحكم، فاهمين يا فشلة؟ وبتطلب منهم يختاروا واحد منهم يكون مشرف على أوضتهم، وما بيكونش سام حابب يكون مشرف فبينسحب هو، ولأن هم كمان محدش منهم بيكون حابب يكون المشرف بيقترح عليهم يلعبوا لعبة واللي يكسب يخرجوا من الاختيار. واللعبة بتكون عبارة عن إنهم يقفوا على رجل واحدة وهم رافعين إيديهم لمدة 5 دقايق، لكن في النهاية مش بيستحملوا وبيقعوا ال3 مع بعض في نفس الثانية في الدقيقة التانية. وسام هو كمان ما بيصدق وبيقعد يحفل عليهم لحد ما يوان بيتضايق وبيتحداه يقف 10 دقايق كاملين بنفس الوضعية وبيكون معتقد إنه هيخسر، لكن بيبهره وبيفضل ثابت المدة كلها في مكانه من غير ما يتحرك. المهم بعد محاولات بلعب كتير قوي تشاو بيخرج من الاختيار وبيتفق سام مع يوان وهوانج إن من دلوقتي أول واحد هيتكلم فيهم هيكون خسران وهيكون المشرف، فبيكتموا في قلبهم لحد ما المشرفة بتيجي تاني يوم تسألهم اختاروا مين. وقتها يوان بينسى التحدي وبيتكلم فبيخسر، وبتاخد المشرفة بالها من وجود كتاب ملهوش علاقة بالدراسة، ولما بتسأل هو بتاع مين بيطلع أصيل وبيقول لها إنه بتاعه على الرغم من إنه بتاع سام. وفي المدرسة المدرس بيلم منهم تليفوناتهم علشان يفتشهم، وبيكون واضح كده إن ميا البنت اللي سام ساعدها في على تليفونها مصايب، وده لأنها بتكون جايبة تليفون احتياطي للمواقف اللي زي دي وبتديه للمدرسة بدل
اللي بتستعمله. لكن المدرس هو كمان ما بيكونش سالك، فبيكشفها وبياخد التليفون، وبعد ما بيهدد زملائها بإنه لو اكتشف إن حد عمل زيها هيتعاقب. ولأنها بتكون قاعدة قدام يوان فبيقعد يجر في شكلها بهزار لأنه بيكون زهقان ومش فاهم حاجة من الشرح، لحد ما بتزهق هي كمان وبترفع ايديها علشان تخبطه. فبتفتكرها المدرسة رافعة ايديها علشان تجاوب على السؤال، فبتقول لها اطلعي يا حبيبتي جاوبي. وفي نهاية الحصة بتقول للطلاب إن سؤال الواجب اللي ادته ليهم عليه 20 درجة من امتحان الشهر. ولأن يوان ما كانش مركز ومش عارف السؤال بيخطف من سام الدفتر اللي كان قاعد يكتب فيه علشان ياخده منه، لكن هو كمان بيطلع أفشل، وده لأن بدل ما يركز في الشرح كان قاعد يرسم. وبيطلعوا بريك وبيرجعوا، وسام بيلاقي ميا سايباله كيس حلويات ولسه هيحطه في شنطته. يوان بيخطفه منه وبيكون هياخده، فميا بتبصله بنظرات تهديد، واللي هو لو مش خايف على روحك يبقى افتحه. فبيحترم نفسه وبيرجعه له تاني. واول ما المدرس بيدخل بتخاف على نفسها وبترمي له الروايه اللي كانت بتقراها علشان لو اتمسكت هو اللي يلبسها، وعشان كالعاده فاشل ومش بيركز في دروسه بيقعد يقرا الروايه. وبعد الحصه ما بتخلص بيقعد يعيط لها لان بطله الروايه توفت، فيا عيني بتتاثر وبتديله روايه كوميديه علشان موده يتغير لما يقراها. وبالفعل بينسى البطله اللي توفت وبيندمج مع احداث الروايه الجديده. وهو بيقلش على سام عن انه واضح جدا ان ميا معجبه بيه، وبينهي كلامه بانه كان ناوي يوقعها في حبه، لكن خلاص هيتنازل له عنها بما ان قلبها ملي هو، بينما اصلا ما بيكونش مهتم ولا عنده مشاعر ناحيتها. تاني يوم المدرس بيفاجئهم وبيفتشهم على فجأة، وما شاء الله عليهم الفصل بيطلع منه روايات اشكال والوان. المهم يوان بيقضي الحصص هو وزمايله عن طريق الرسائل اللي بيكتبوها وبيرموها لبعض، والمدرسين مش واخدين بالهم، لحد ما في النهايه تشاو زميله بتاع السكن بيرمي الورقه على الاستاذ بالغلط، فبياخده من قفاه على جنينه المدرسه وبيقول له يلا يا حبيبي ساعه والاقيها انضف منك، وبيقف يعدل عليه وإشي ده مش عاجبني وده مش عاجبني لحد ما بيزهقه في عيشته. وتاني يوم بيقفش يوان وهو بيحل الواجب مكان ميا، فبيقول له استناني يا حبيبي بعد المدرسه، وبيكون شكله كده ناويله على نيه هباب. وبيقول لزمايله ما يحاولوش يتذاكوا عليه لانه عارف خطهم واحد واحد فهيكشفهم برضه، حتى لو حظهم طلع احسن منه وما تنسكوش. وفي نهايه اليوم بيتكلم يوان مع سام عن ان مهارته في الرسم كويسه فينميها عن طريق كورسات وتدريبات، وبيكون طالب اكل جاهز ومش عارف هيطلع ياخده ازاي لان الحارس واقف ومحظور عليهم يشتروا اكل من بره. سام بيقول له سيب لنا الطلعه دي، وبيمثل قدام الحارس ان عامل التوصيل والده علشان ما يعترضش، وبيسرح في تمثيله لدرجه انه بيقول للعامل ما يجيش تاني ويتعب نفسه. وتاني يوم العامل بيجي وهو جايب طلبات تاني ليوان وكذا طالب، فبيفهم الحارس انه بيتغفل وبيقول له جرى ايه الطلاب كلهم ولادك برضه، وهو بيرفض انه يسلم الطلبات. ووقتها يوان بيشوف سيده خارجه فبيترجاها تساعده وتمثل انها والدته علشان الحارس يوافق يخرجه ويروح يستلم هو الاكل، فبتقول له بس كده من عيوني، وبتاخده معاه لحد ما بيوصلوا للبوابه، وهناك بتفاجئه وبتفتن عليه قدام الحارس. وبسبب ده المدرس بيعاقبه بانه يكتب 2000 جمله نقد ذاتي، ولانه ما بيقدرش يتحكم في نفسه وهو جعان بيفضل يرغي مع سام عن الاكلات اللي بيحبها، لحد ما ميا بتجيب اخرها منه وبتقول له بقول لك ايه صداع مش ناقصين، فلم مقصر كده عشان انا اصلا جايه معايا بشكل. ولانه عارفها مجنونه بيقول لها احنا نقدر على زعلك برضه، اعتبريني خلصت من دلوقتي. وتاني يوم بيقعد يتباهى قدام سام بانه الطالب الذكي اللي مفيش منه اتنين، وعشان سام يخلص من زنه بياخده على قد عقله ويقول له طبعا هو حد يقدر يقول غير كده. بعدها بيعرفوا ان المدرس اللي بيرخم عليهم دايما واخد اجازه لمده 3 ايام، فبيقول يوان لباقي الطلاب انهم لازم يحتفلوا بالمناسبه السعيده دي وبيقفوا يرقصوا كلهم، وهو بيقول لهم تخيلوا معايا ان نيزك يضربه فما يشوفش تاني ولا حياته تنتهي ونخلص من زنه. وبتدخل ميا هي كمان معاهم في المود وبتقول لهم ان الاحسن من كده مراته تقفشه بيخونها فتعلموا الادب وتطلع اللي بيعملوا فيهم على عينيه، وبيكملوا رقص وغنى وهم مبسوطين ولا كانهم نجحوا. ولحظهم الاسود المدرس بيكون مركب لهم كاميرا مراقبه، ما هم برضه هيوحشوه، فبيسمع كل كلامهم يا عيني وقلبه مكسور، لكن بينه وبين نفسه بيقول اما طلعت اللي عملته على عينيكم ما بقاش انا. بينما سام الخبيث اللي ما شافش سلكان بربع جنيه فهو اصلا بيكون عارف بحوار الكاميرا ده، فمش بيندمج معاهم في اللي بيعملوه وبيقعد يمثل انه بيذاكر، والطالب الدحيح اللي ما فيش منه 2. وفي نهايه اليوم بيبعت لهم المدرس فلاشه مع طالب اكبر منهم وبيخليه يشغلها لهم على فيديو ليه وهو بيقول لهم والله وليكم وحشه، وبيقلب الفيديو على الفيديو بتاعهم وهم بيرقصوا وبيقول لهم حاسس كده ان فيهم شبه منكم ووقعتكم هتكون سودة معايا. وبيلفت انتباه يوان في الفيديو
الفيديو إن سام بيبص للكاميرا وبيضحك، فبيفهم إنه خزوقهم. وفي الحصة التانية والمدرسة واقفة تشدي وتهري في شرح الدرس، يوان بينام على نفسه وكل ما يحاول يفوق يرجع ينام تاني. هو بيكونش فارق معاه غير إن المدرسة لو شافته هتهزقه، فبيطلب من سام لو نام تاني لا إراديا بعزم ما عنده ويضربه علشان يفوق. والتاني ما بيصدق، أول ما بينام بينغزه بالقلم في كتفه، لكن برضه بيرجع ينام تاني. والمرة دي بيصحى على إيد المدرس وهو بيسنده قبل ما يقع، فوشه بيجيب ألوان واللي هو إيه أنت مش كنت في أجازة برضه؟ وما بيلحقش ياخد الصدمة الأولى، وبيقول له في نهاية اليوم ألاقيك في مكتبي. وما شاء الله عليه كام ثانية بس وبيخلي الطلاب هم كمان ينعسوا ويناموا زيه. وفي نهاية اليوم جرس الإنذار بيرن، ولما بيجي علشان يخرجوا ميا بتاخد بالها إن زميلهم قاعد مكانه وما اتحركش، فبتقلق عليه وبتروح مع يوان وسام يشوفوا ماله، وبيفضلوا يتكلموا معاه لكن ما بيردش عليهم. وفي النهاية بيطلع نايم وحاطط على وشه لاصق شبه العيون الحقيقية علشان المدرسين ما ياخدوش بالهم. وبعد كام يوم يوان بيتكلم مع سام عن امتحانات الشهر وعن إنه خايف منها، وبيقترح إنهم يتعاونوا مع بعض ويغشوا، وبيلزق لهم تشاو وهوانج وميا وبيقولوا لهم معاكم على الحلوة والمرة، وبيقعدوا يتفقوا يفتحوا الورق لبعض لحد ما سام بيقول لهم انتوا ناسين الكاميرا ولا ايه؟ فبيفقد يوان الامل وبيقول لهم يبقى كده هنذاكر غصب عننا. ولما بيرجع السكن مع سام وتشاو وهوانج بيقترح عليهم يذاكروا امتحانات السنين اللي فاتت بما ان مفيش وقت، لكن محدش بيعمل بالكلام ده غيره، وفي النهاية بيتخزوق وما بيحلش كويس، فزي الجزمة بيقعد يذاكر للاختبار التاني. وتاني يوم بيروح يقعد مكان سام وبيكون مبسوط لان ده المكان الوحيد في الفصل اللي الكاميرا مش جايباه، لكن سام بيقول له بروحك لو بدلت معاه. وبيطلع انه كان عارف بخصوص الكاميرا من البداية خالص، وده لانه زميل اكبر ليه قال له عنها، وعارف ان المكان ده هو المكان الوحيد اللي الكاميرا مش بتجيبه، فعشان كده طلب من المدرس انه يبدل معاه. وبيتقمص يوان منه وبيرفض يتكلم معاه، وفي النهاية اصلا سام بيطلع متخزوق والكاميرا بتكون جايباه هو كمان، والمدرس بيكون قاعد يتفرج عليه وهو ويوان بيجروا شكل بعض. وفي السكن وهم قاعدين يقروا روايات مع هوانج وتشاو زميل ليهم بيجي يعرفهم ان في تفتيش، فبيجري كل واحد منهم يخبي اللي معاه، وبيعدي اليوم من غير ما يتمسكوا. بالليل والكل نايم يوان بينزل يتسحب من الأوضة وبيشوفه سام، فبينزل وراه وبيكون عارف انه رايح يلعب في السايبر، فبيطلب منه ياخده معاه لان هو كمان وراه حاجة عايز يعملها. وبينزلوا الاتنين يتسحبوا مع بعض علشان ما يتقفشوش وتكون وقعتهم سودة مع المشرفة، وبالفعل بيخرجوا من غير ما يتمسكوا. وتاني يوم لما يوان بيسأل سام هو بعت رسوماته امبارح لمين، بيقول له انها لمجلة بتدور على شباب موهوبين، وبيقول له انه احيانا بيحسده لانه طموح وعنده اهداف والكل بيحبه، على عكسه مش عارف هو عايز ايه ولا رايح فين وعايش السعادة يوم بيوم. وقبل الموضوع ما يقلب جد بيقلبه لهزار، وبيقول له ما ينساش لما يتشهر يعينه مدير اعماله. وقبل ما يكمل جملته مديرهم بيشوفهم فبيفهم انهم هربوا من السكن امبارح لان لسه بدري ولسه هيسالهم عن السبب. يوان بيمثل العياط وبيقول له ما تظلمنيش، انا كنت خارج اذاكر علشان زمايلي بيتنمروا عليا بسبب فشلي، والله انا غلبان ومش هعمل كده تاني. فيا عيني بيصدق وبيقول له خلاص اهدى ومش هبلغ اداره السكن. وبياخده هو وسامي يمارسوا معاه رياضه الجري، وهو بيديله نصايح يحسن بيها مستواه. ولان حظه هو وسام ما شاء الله فالمدرس بيعرف اللي عملوه، وبيعاقبهم كالعاده بكتابه جمل النقد الذاتي اللي هم اصلا في الاخر بيطنشوا مش بيكتبوها. وبيقول لسام ما ينساش يبعت تقديراته في امتحانات الشهر لوالدته لانها اتصلت عليه وعايزاها، ولان درجاته ما شاء الله عليها من حلاوتها ممكن تجيب لها سكتة قلبية، فبيخاف عليها فبيطنش. وعلشان يعرف يفلسع من السكن مع يوان بيكتب طلب باسم المدرس بيطالب فيه المشرفة تسمح له يروح بيت عيلته النهارده وياخد يوان معاه. ولان توقيعه باسم المدرس بيكون مشابه تماما لتوقيع المدرس الحقيقي، المشرفة بتصدقه وبتسمح ليوان هو كمان يخرج معاه، وكالعادة بيروحوا السايبر. لكن لان زي ما قلت مفيش انحس منهم فالمدرس تاني يوم بيقفش يوان الصبح بدري وهو شاري فطار وراجع، وبيكون شاكك فيه، فبيحور كعادته وبيقول له انه فهمه غلط وانه بس خرج يعمل شويه تمارين مش اكتر. وبيمثل المدرس هو كمان انه مصدقه، لكن بيدور وراه لحد ما بيعرف اللي هو وسام عملوه، فبيهددهم انه هيبلغ اهاليهم. وبعد محاولات كتير معاه بيتفق معاهم انهم لو شدوا حيلهم في المذاكره ومستواهم اتحسن مش هيعمل كده. المهم انهم بياخدوا الموضوع جد وبيبداوا يركزوا مع شرح المدرسين ويذاكروا. ولان نقطه ضعف يوان الانجليزي بيقول لنفسه انه لازم يحسن مستواه فيه في اسرع وقت. وبيتحدى سام وتشاو وهوانج على انهم يتكلموا مع بعض انجليزي من اول النهارده، واللي ينسى ويتكلم صيني يعزم الباقي على اكل. ومفيش ثانيتين وبيخسر الرهان وبيعزمهم هو. وفي الامتحان الماده الثانيه بيحل يوان كويس لدرجه انه اول واحد بيخلص في اللجنه كلها وبيسلم، بينما في اللجنه الثانيه الموضوع بيكون صعب عليه شويه، فبيحاول يغش وبيرمي لسام ورقه مكتوب فيها يحل له اخر سؤالين، فبيرد عليه بانه يديله اجابه السؤال الثاني الاول. وبالفعل ابننا بيرفع
بترفع له ورقة الإجابة علشان يغششه، لكن عشان النحس نحس المدرسة بتشوفه فبتفتكره عايز يسلم وبتسحب الورقة منه. وكالعادة بعد الامتحان بيقعد يجر شكل سام، وبتطلع نتيجة الامتحان وبتكون درجاته متحسنة حاجة بسيطة خالص، لكن مش بيستسلم وبيقول لنفسه إنه هيحاول مرة واتنين لحد ما التحسن يبان. بينما درجات سام بتتحسن بفرق كبير جدا وبيطلع إنه شاطر، لكن ما كانش حاطط المذاكرة في دماغه. فلما المدرس ضغط عليه مهاراته ظهرت، وبيكون يوان عايزه يساعده هو كمان في المذاكرة. بيقول له انسى، أنا بذاكر أصلا غصب عني، فهستحملني واستحملك أنت كمان، يبقى مش هنعمر مع بعض. وبالليل بيرجع السكن وهو مبسوط وبيكون شاري له أكل معاه. ولما بيسأله عن سبب سعادته قوي كده بيقول له إنه اتقبل كرسام في المجلة اللي كان بيبعت لها رسومات، فلازم يحتفلوا بالمناسبة دي. وبيكون المفروض يروح يوقع العقد مع المجلة ومش عارف يخرج ازاي. يوان الذكي بيقترح عليه يمثل إنه تعبان وعايز أجازة يرجع البيت، وبالفعل بيروح يمثل قدام دكتورة السكن إن حرارته عالية. لكن على مين؟ بتفحصه وبتقول له ما أنت زي القرد أهو، بطل دلع. لكن برضه مش بيستسلموا. وتاني يوم يوان بيروح معاه للمسؤولة وهو مغطي وشه، وبيمثل قدامها إنه أخوه الكبير وجاي يطلب له أجازة لأن والده تعبان ومش هيقدر يجي. وبيكون كاتب لها رقم هوانج في الطلب على إنه رقم والده، فلما بتتصل تتأكد بيمثل هوانج إنه والده وبيقول لها توافق على الطلب، لكن برضه ما بتكونش واثقة. فبتتصل على مدرسهم الأول تسأله، وبيكونوا عاملين حساب إنها هتعمل كده، فبيكونوا متفقين مع زملائهم في الفصل يشغلوا المدرس، وواحد منهم يسرق موبايله ويكنسل عليها لما تتصل ويبعت لها رسالة بإنها توافق. وبتمشي خطتهم تمام وبتوقع على طلب الأجازة فعلا. وتاني يوم لما المدرس بيسأل يوان عن سبب إنه ما جيش المدرسة النهاردة بيكذب وبيقول له إنه وقع وهو بيلعب واتصاب في إيده، لكن كذبته بتكون مكشوفة. وده لأن المدرس سأل تشاو قبله فكان كذب عليه كذبة مختلفة وقال له إن عنده ألم في معدته. وبيتعاقبوا الاتنين كالعادة بكتابة جمل النقد الذاتي. وتاني يوم لما سام بيرجع بيتفاجئ إن يوان طابع رسوماته ومعلقها في الحمام، وعلى الرغم من إنه بيكون عارف إنه ما يقصدش يضايقه وإنه بس عايز الطلاب يدعموا موهبته، إلا إنه بيتضايق من اللي عمله، وبسبب ده بيشدوا مع بعض في الكلام. وفي المدرسة بيقعدوا يرخموا على بعض، ولما بيرجعوا السكن كل واحد منهم بيحاول يضايق التاني، فبيمثلوا إنهم بيمارسوا رياضة وبيفضلوا يخبطوا في سراير بعض لحد السراير ما بتتكسر. وبيتصاب سام في ودانه فبتكتب له الدكتورة طلب أجازة وبتطلب منه يروح المستشفى يعمل فحوصات، وبتدي ليوان هو كمان أجازة أسبوع، وده لأن إيده اتصابت لما وقع من على السرير بعد ما اتكسر. فما بيصدق على طول وبيجمع حاجته علشان يمشي، وبيلقح من بعيد لبعيد على سام وإنه ما بقاش فاشل غير من وقت ما اتعرف عليه. وبيمشي من غير ما يودعه بعد ما بيودع هوانج وتشاو. ومفيش كام ساعة بيلاقوه راجع تاني، ولما هوانج وتشاو بيسألوه عن السبب بيقول لهم أبدا وحشتوني مش أكتر، وما كنتش قادر على فراقكم فقلت أرجع لكم. وما بيلحقش يكمل كذبته بيفتح فويس والدته بعتاه بالغلط بتهزقه فيه وبتقول له ما يرجعش البيت تاني غير في الأجازات الرسمية. فبيقعدوا كلهم يحفلوا عليه. وتاني يوم في المدرسة مية بتدي لسام سلحفاة هدية، لكن ما بيلحقش يفرح بيها والمدرس بيجي ياخدها لأن الحيوانات ممنوعة في المدرسة. وبيسرق يوان حلويات نعناع منه من غير ما ياخد باله، لكن بعد ما بياكلها بيكتشف إنها دباشير. وبيقعدوا الاتنين يرخموا على بعض كالعادة لحد ما المدرس بيقول لهم أنا خلاص جبت آخر منكم، ومش محتاجة أقول إنه بيعاقبهم بكتابة جمل النقد الذاتي، لكن المرة دي بيقف على دماغهم وهم بيكتبوا علشان ما يفلسعوش كالعادة أو يخلوا حد يكتب مكانهم. وكمان بينقلهم من مكانهم وبيقعدهم جنبه قدام علشان يتفادى إنهم يشكلوا في بعض تاني. لكن على الرغم من خناقاتهم الدايمة وهم في النهاية بيكونوا مبسوطين بده وشايفينه هزار. ففي نهاية اليوم بيروحوا يعتذروا من المدرس علشان يرجعوا مكانهم تاني، وبيوعدوه إنهم مش هيتشكلوا تاني وهيذاكروا. لكن علشان رخم حبتين تلاتة بيقرر إنه يمررهم الأول وبيقول لهم سيبوني أفكر. وبعد محاولات معاه بيرجعهم تاني، ومن هنا بتبدأ علاقتهم تتحسن من تاني، وبيبدأوا يقضوا معظم وقتهم وهم بيهزروا ومستمتعين زي ما كانوا بيعملوا زمان. وبيلاحظ المدرس ده فبيتبسط لهم وبيقول بينه وبين نفسه إن صداقتهم جميلة جدا. وفي نهاية اليوم بيجي جيون زميل من فصل المتميزين بيجي يرخم على مية، فبيوقفوا له هم وباقي طلاب الفصل وبيهددوه بإنه لو حاول يضايقها تاني هيزعلوه، لكن برضه بيستمر في رخامته عليها. فبيقولوا ما بدهاش بقى، وبيتجمعوا بالليل وبيروحوا يقولوا له يبعد عنها وإن ده آخر تحذير ليه. وكلمة من هنا على كلمة من هنا بيقول لهم إنهم فاهمين غلط وإنه معجب بيها وعايزها هي كمان تعجب بيه مش أكتر. فبيعترض على كلام واحد من زمايلها وبيقول له إنه معجب بيها من قبله وإن لو حد يستحق حبها هيكون هو. وبيقفوا يشكلوا قصاد بعض لحد ما باقي الطلاب بيزهقوا وبينهم وبين نفسهم بيقولوا حوارات الحب دي ملناش فيها، فبيسيبوهم يحلوا مشاكلهم مع بعض وبيمشوا، باستثناء يوان الأصيل بيقف يهدي بينهم. وبيعدي اليوم، لكن جيون بيروح تاني يوم يرخم عليهم وهم بيلعبوا في النادي كرة السلة، وبيكون عايزهم يمشوا بحجة إن هو واصحابه بيلعبوا في الوقت ده في الملعب. فيوان بيقف له وبيقول له أنا خلاص جبت آخر منك يلا وما تفكرش إن هسكت لك كتير. وكلمة من هنا على كلمة من هنا يوان بيتحداهم في إنه هيفوز عليهم في منافسة كرة السلة الجاية، وبيقرر مع زمايله إنهم يتدربوا كويس الفترة الجاية
علشان ما يكونش شكلهم وحش قدامهم. لكن لحظهم الأسود المدرب بياخد أسبوع أجازة وبتدخل مدرسة مكانه، فما بيعرفوش يتمرنوا. ولما المدرب ربنا بيكرمه وبيرجع بيرفض إنهم يتمرنوا على كرة السلة وبيلعبهم ألعاب تانية، فبيقرروا إنهم يتفوقوا على فصلهم وبيتفقوا إنهم يذاكروا لحد ما مستواهم يتحسن ويتنقلوا هم كمان لفصل المتميزين في سنة تانية. وبيتبسط المدرس لما بيشوف محاولاتهم وبينه وبين نفسه بيتمنى لهم التوفيق. وعند ميا بتشتغل زن على يوان علشان يكتب لها رسالة حب تقدمها للشخص اللي معجبة بيه، لأنها ما بتعرفش تعبر عن مشاعرها، فبيفتكرها تقصد سام وبيكتب لها فعلا. لكن في النهاية بتطلع إنها كرفت لسام وأعجبت بتشاو بعد ما دافع عنها ضد جيون. ولأن تشاو ما عندوش ثقة في نفسه بربع جنيه، لما بتديله رسالة بيفتكرها عايزاه يوصلها لسام، فبتديها له. ولسوء حظهم المدرس بيقفشهم، لكن المرة دي مش بيهزقهم ولا حاجة لأن خلاص ده آخر يوم في السنة. وبالليل بيشوفهم خارجين مع بعض وهو خارج مع زوجته، فبيروح يتمنى لهم التوفيق في امتحاناتهم. فبيتأثروا لأنه طول الوقت كان عايز يشوفهم شاطرين وناجحين بينما هم ما كانوش طايقينه. وبعد ما بيخلصوا سهرتهم بيقعدوا يودعوا بعض لأن كل واحد خلاص هيرجع بيته. وبيقرب يوان ما بين ميا وتشاو. وفي بداية السنة الجديدة بيكون مكتئب لأنه معتقد إن والدة سام سفرته يدرس بره، لكن في النهاية بيتفاجئ إنه ما سافرش. وبكده بيكملوا دراستهم مع بعض. وهنا بينتهي المسلسل. يلا سلام.